اتبعتلي بالغلط على فودافون كاش 30,000 جنيه، وكانت أكبر غلطة غلطتها في حياتي لما طمعت فيهم وأخدتهم، لأني لما رحت أسحبهم لقيت مصيبة مستنياني. دخلت البيت وأنا شايلة حلويات كتيرة قوي ومبسوطة. ولادي اتلموا عليا وخطفوا الشنط مني وهم فرحانين، وساعتها لقيت أمي بتبصلي وبتسألني بشك: انت جبتي حق الحاجات دي كلها منين يا هنادي يا بنتي؟ ده انت امبارح كنت بتستلفي من جارتنا وما لقيتيش معاها فلوس، ولسه مرتبك آخر الشهر، يبقى جبتي الفلوس دي منين؟ حاولت ما توترش وانا بقول لها: استلفت من صاحبة المحل اللي بشتغل فيه يا ماما. بصت لي أمي شوية وبعدين شاورت لولادي الصغيرين يدخلوا أوضهم، وبعدها قربت عليا وقالت لي بعصبية: صاحبة الشغل انت قايلالي بنفسك 100 مرة انها ما بتسلفش حد، يبقى الفلوس دي جبتيها منين؟ اوعي تكوني كدبتي على الزباين وبعتلهم بضعف السعر زي ما عملتي قبل كده. رديت بعصبية وقلت لها: وفيها ايه يعني؟ هو انا بسرق الفلوس دي منهم؟ ما هم بيدفعوها بمزاجهم، وفي نفس الوقت بدي صاحبة المحل السعر اللي هي طالباه، وانا باخد الفرق. ده ذكاء يا ماما وتشغيل مخ. ردت أمي بغضب وقالت لي: ده نصب وكذب وما يرضيش ربنا. انت بتدي للناس الحاجة بضعف الثمن، وفي الآخر تقولي لي ذكاء وتشغيل مخ؟ ده لو صاحبة المحل عرفت هتبقى مصيبة. ضحكت وقلت لها: هتعرف منين؟ الكاميرات وبايظة بقالها سنة والست مستخسرة تصلحها، وزي ما بتحسب مكسبها بيوصل لها. وبعدين هم الناس الأغنياء اللي بيجوا المحل هيشغلهم 200 جنيه ولا 400 زيادة؟ دي ملاليم يا ماما، ملاليم تعيشنا احنا وتهمنا، لكن هم ممكن يصرفوا أكتر من كده بأضعاف في غدوة واحدة. ما تشغليش بالك بس، وشوف الشال اللي جبتهولك وعوضتلك هدية عيد الأم اللي ما جبتهاش. ردت أمي وقالت بانفعال: خليهولك، أنا لا يمكن أقبل حاجة من فلوس أنا شايفاها حرام. اتغصت من أمي وأنا شايفاها بتدخل أوضتها وبترفض هديتي كمان، بس أنا كنت مصممة أكمل اللي بعمله. أصل مين هيصرف على عيالي غيري؟ أبوهم وطلقني ورماني ومعرفلوش طريق، وأهله بهدلوني وطردوني وهددوني لو حاولت إن أطالب بأي حق من حقوقي، ومرتبي اللي عبارة عن ملاليم مش بتكفيني النص الشهر حتى. دخلت أوضتي أغير هدومي عشان أنام شوية وارتاح من وقفة طول النهار في المحل، ولما دخلت وغيرت ولسه هنام لقيت رسالة وصلت لي على تليفوني. ما اهتمتش بيها ونمت، أصل أكيد يعني رسالة رصيد وخلافه. وفضلت نايمة حوالي 5 ساعات، ولما صحيت كانت الساعة 1 بالليل. خدت دش بسرعة وبفتح موبايل عادي، لقيت رقم رن عليا حوالي 20 مرة. ده رقم غريب. قلقت وتوترت وتخيلت إنها ممكن تكون مدام لولا صاحبة المحل، يمكن اكتشفت اللي أنا بعمله من وراها. والحقيقة خفت، أنا مش مستعدة أسمع كلمتين يسموا بدني وبعدها أكيد هتطردني، ده غير الفضيحة. وفي عز ما أنا بفكر رن الرقم تاني، وحسيت بخوف شديد، بس قررت إن أرد. لو ما ردتش هثبت أكتر التهمة على نفسي. ولما رديت لقيت صوت بنت بتعيط، ولما سمعت صوتي لقيتها بتقولي: الحمد لله، أخيرا حد رد. ألو ألو. رديت وأنا مستغربة، قلت: أيوة، مين معايا؟ ردت البنت وهي بتتحايل عليا وقالت لي: أرجوكي لو سمحتي اعملي معروف، في فلوس وصلتك بالغلط على فودافون كاش 30,000 جنيه. أرجوكي، الفلوس دي لو ما رجعتش أنا هتأذي في شغلي، ومش عارفة ممكن يحصل لي إيه تاني. اتعصبت قوي وقلت لها بغيظ: مفيش حاجة وصلتني. وساعتها قفلت السكة في وشها وأنا متغاظة منها، عشان خلت قلبي يقع من الخوف. وببص في التليفون لقيت رسالة، شكيت وفتحتها، واتصدمت لما لقيت فعلا المبلغ زي ما قالت، 30,000 جنيه تحولولي. ما صدقتش نفسي، بقى أنا معايا المبلغ ده في محفظتي اللي عمرها ما دخلها أكتر من 2000 جنيه. المبلغ زغلل عليا والشيطان لعب في دماغي. هو أنا لو خدتهم دلوقتي هي هتعرف توصل لي إزاي؟ يمكن ما كنتش أعرف تفاصيل كتير عن الموضوع ده، لكن قررت خلاص إن أخدهم.
وللأسف عملت لها بلوك وخليت تليفوني يحذر أي رقم مش متسجل عندي، وبكده مش هتعرف تزعجني أو تكلمني من أي رقم. وبصيت للساعة لكن لقيت الوقت متأخر. اتراجعت وفضلت مكاني، لكن فجأة افتكرت مكنة الATM اللي بعد بيتي بشارعين. الوقت متأخر ومش هيكون حد موجود ولا شايف حاجة، وهقدر أسحب براحتي. وكمان أمي زمانها غرقانة في النوم ومش هتحس بيا. أنا عايزة أسحبهم بسرعة قبل ما صاحبتهم تلاقي طريقة وترجعهم ويروحوا عليا. حضرت نفسي بسرعة واتسحبت وأنا خارجة من أوضتي، وخدت مفاتيح الشقة. بس فجأة ابني الصغير صحي وجري ورايا وصمم إنه يجي معايا. قلت له بغيظ: يا حبيبي روح نام، أنا رايحة الصيدلية بسرعة وجاية. دبدب في الأرض زي عادته ومصمم إنه يجي معايا. خفت لأمي تصحى وما كانش في حل غير إن أخده وخلاص. خدته وهو كده كده مش بينتبه لحاجة، بس المهم ما يصرخش ويصحي اللي في البيت. نزلت بسرعة من البيت ومشيت أنا وابني في الطريق الضلمة لحد مكنة السحب. وأول ما وقفت قدامها بصيت يمين وشمال عشان أتأكد إن مفيش حد، وكنت قعدت ابني على سور بعيد شوية على ما أخلص وارجع له عشان ما ياخدش باله ويعمل أي حاجة ولا يقول لسته لما تصحى. وبدأت السحب وأنا بحط رقم الكود اللي وصلي على تليفوني وببدأ أسحب. وفعلا سحبت المبلغ وكنت طايرة من الفرحة. ولما خلصت وحطيت الفلوس في شنطتي خدت ابني ومشينا. وعدى أسبوع وأنا بصرف في الفلوس ببذغ وبجيب كل اللي كان نفسي فيه، لحد في يوم وأنا راجعة من الشغل بالليل وقفني واحد شكله مخيف. وللأسف ما كانش فيه حد ساعتها في الشارع اللي كنت ماشية فيه. وفجأة سحبني بالعافية ورماني في عربية بعد ما غمى عينيا وكب من بقي وكتفني. وبعد وقت كبير قوي وأنا بعيط وبرتجف من الخوف نزلني في مكان أنا ما شفتوش، عشان بعد دقايق يشيل اللي على عينيا ولاقي نفسي في مكان مهجور شبه الخرابة. والمجرم ده بيقول لي: بقى انت تسرقي فلوسنا؟ انت اللي جنيتي على نفسك. كنت مصدومة، قلت له برعب: انت مين؟ انا ما سرقتش حاجة منك. رد وقال لي باستهزاء: 30,000 اللي وصلولك بالغلط يا حلوة دي فلوسي وكانت مبعوتة لي أنا، وبسبب غباوتك وبختك المنيل وقعت في سكتي. طب والله لا دفعك بدل 30,000 300، وإلا هخلي أهلك يترحموا عليكي، ده أنا كده عامل معاكي واجب كمان. اتخضيت واترعبت. 300,000 إيه؟ أمي هتجيبهم منين؟ اترجيت وأنا بعيط وقلت له: أرجوك ارحمني وسيبني أمشي أرجع لولادي، دول ملهمش غيري. خد شنطتي وطلع تليفوني وقال لي بتهديد: اتصلي بحد من أهلك واطلبي منه الفلوس، وإلا هبعتك على نقالة، هو تفتكر إني بهزر. واضطريت أعمل اللي بيقوله وأتجنب غضبه. واتصلت بأمي، ولما قلت لها بقت تصرخ وتعيط وتقول له: سيب بنتي ترجع وأنا هدفع لك اللي قلت عليه، اديني بس يومين بالكتير يا ابني. قلت لأمي بعياط: هتجيبي منين 300,000 يا ماما؟ ردت وقالت: هتدين من كل الناس، بس المهم ترجعي بالسلامة يا بنتي. وترجيت أمي إنه ما يأذنيش، وساعتها فضلت أعيط وأترجانا كمان عشان يسيبني ويرحمني، لكنه ضحك وقال لي: أرحمك؟ طب الأولى كنت أرحم البت الغلبانة اللي حولت لك الفلوس بالغلط، لكن انتي هرحمك ليه؟ ده انتي خدتي فلوس مش بتاعتك وقبلتيها. لا وحظك إنها طلعت فلوسي أنا. انتي عارفة أصلا دي فلوس إيه يا قطة؟ دي شقاية وتعبي، أصل محسوبك بلطجي قد الدنيا، وبصراحة انتي تستاهلي اللي هيحصل لك مني. اترعبت منه ونهارت من العياط، وفضلت على الحال ده يومين كاملين وأنا بفكر يا ترى أمي عملت إيه. وبعد اليومين ما خلصوا البلطجي اتصل بأمي عشان يشوف عملت إيه، والصدمة إنها قالت له إن الفلوس موجودة. كنت مصدومة، جابت الفلوس منين؟ أنا عارفة الظروف كويس جدا. يومها اتفق معاها على مكان التسليم، وحذرها إنها لو بلغت مش هتشوفني تاني. وطبعا أمي ست غلبانة نفذت كلامه بالحرف من كتر خوفها عليا. وبعد ما الفلوس وصلت رماني في طريق صحراوي، والحمد لله قدرت أرجع البيت. استقبلتني أمي وهي بتحمد ربنا إن أنا بخير.
وأول حاجة عملتها سألتها جابت الفلوس منين. عيطت وقالت وهي بتعيط بحسرة: بعت البيت اللي حيلتنا يا بنتي، بعته تمن حياتك وسلامتك. بس شفتي آخرة المال الحرام ايه؟ اهو خد كمان الحلال معاه ومشي. يا رب تاخدي درس وعظة وتعرفي ان مفيش قرش حرام بيدخل حياة حد وبيعمر ويبني، ولو عمر وبنى فبيقع على دماغ اللي قبل ورضي بأكل المال الحرام أو مال الناس بغير وجه حق. اتحسرت على اللي حصل لي وندمت ندم عمري كله، ولو رجع بيا الزمن من تاني عمري ما كنت هقبل أي قرش حرام، وحتى لو جنيه واحد. بس أنا اتعلمت من اللي حصل لي، ويا ريت الناس كلها تتعلم من الدرس ده عشان ما يجيش عليكم اليوم اللي تبعتوا فيه قصتكم الحزينة زي ما أنا بعت كده.